هنا من خلف الميكروفون تبدأ الحكاية، ولكن قبل أن أحكي ما ستسمعه الآن قد يغير نظرتك لبعض الوجوه، للكلمات وللمواقف التي مررت بها دون أن تفهم سرها. قد يكشف لك جزءا من عالم يعمل في الظل ولا يشعر به إلا من يجرأ على رؤيته. فإن كنت تفضل أن تبقى الأمور كما هي يمكنك تغيير الموجة، ولكن إن كنت ممن يحبون الحقيقة ولو كانت مقلقة اقترب. هل سألت نفسك يوما لماذا يتغير رأيك فجأة دون سبب واضح؟ لماذا حملك البعض ذنبا لا يخصك؟ ولماذا تتخذ قرارات تعلم أنها ليست لك ومع ذلك تتخذها؟ هناك خيوط دقيقة تتحرك حولك، لا ترى ولكنها توجه، لا تسمع ولكنها تؤثر. شخص ما، مكان ما، زرع فكرة في رأسك أو مشاعر في صدرك دون أن ينتظر إذنك. والحكاية ليست عن التلاعب، بل عما يمكنك أن تفعله لتحمي قلبك وعقلك من أن يصبح ملعبا لغيرك. والآن ستتعرف على كيف يلتقطك الشخص الذكي من أول كلمة، وكيف تزرع فكرة في عقلك دون أن تنتبه، ولماذا نثق بمن لا يستحق الثقة، وكيف تعيد زمام مشاعرك قبل أن يختطفها أحد. وبعد أن تعرف هذه الأسرار لن تسمع كلمة كما كنت تسمعها، ولن تنظر لابتسامة كما كنت تراها، ولن تصدق وعدا قبل أن تقرأ ما وراءه. ستكتشف اللعبة وستلاحظ اليد التي تحاول تحركك كأنها كقطعة سترانج دون أن تلمسك. اسأل نفسك، هل أنت فعلا تتحكم في اختياراتك أم أن أحد هناك يتحكم فيك دون أن تدري؟ وإن أردت أن تتعرف على القصة كاملة، موعدنا الأسبوع المقبل. ابقوا معنا، القادم أخطر وأجمل.